السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم طيبين، وان شاء الله كده ينعاد علينا بخير وصحة وعافية يا رب. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا رب العالمين. ايه رأيكم بقى في طبق الفول بالطحينة والزيت والليمون الجميل ده؟ حاجة كده جميل، حاجة جميلة قصدي فوق الوصف. تمام، انا هقولك على كل الخطوات اللي تخلي الفول يطلع معاكي زي الزبدة وناعم وطري وجميل واجمل كمان من المطاعم، وما يغمقش معاكي، ما يجيبش، ما يعملش اي طبقة. شايفين وانا بطلعه من الدماسة عامل ازاي؟ شايفين الفولة فاتحة وجميلة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كلنا عارفين في رمضان ان طبق الفول ده طبعا الاساسي على السحور، على سفرة رمضان. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي، وقبل ما نعمله هنسمي ونصلي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة هنعملها، لو انت هتجيبي بقى ايه، نص كيلو فول، كيلو فول براحتك، انا جايبة نص كيلو فول بلدي جميل زي ما انت شايفة كده، ولازم تكون الحبة بتاعته فاتحة. واول خطوة احنا بننقعه من بالليل كده، يا ريت يكون بدري شوية على المغرب. بننقع الفولة كده بمية سخنة، دي اول خطوة من الخطوات بتاعتنا النهاردة. ننقعه مية سخنة، وكل عينك ما تيجي عليه تغير المية، كل ما عينك تيجي عليه بتغير المية. ليه بقى؟ لان ميته اول ما بتتغير لونها هي دي اللي بتغير لون الفول. بعدين انا ما باخدش المية بتاعته وما بسويش عليها. بعدين الصبح بقى عليكي بخير بنقوم شايفين الفولة بقت جميلة ازاي. انا بصفي ميتها خالص واغسلها مرة واتنين وتلاتة. اول سر حبايبي في ان الفولة بتاعتنا تطلع فاتحة وجميلة ولونها ما يتغيرش، يكون حبة الفول بتاعتي بلدي. عندي كمان 3 مكونات اساسيين: جزرايه مبشوره، عندي حبه فول مدشوش، وعندي حبه عدس. تمام، انا النهارده عامله نص كيلو فول. وبعدين بننزل في الدماسه بتاعتنا كده، اول حاجه بننزل بالفول، وبعدين بننزل بقى بالمكونات بتاعتنا: عدس، وبعدين الفول، وبعدين الجزر زي ما احنا شايفين، معلقه ملح ومعلقه كمون. ما احطش اي حاجه تانية ولا اي مكون تاني. وبعدين بغلي ميه وانزل على الفول حبايبي بميه مغليه. انا ما بحطش الفول على النار بميه بارده، برضو دي برضو نقطه اساسيه، بيخلي الفول ما يطولش مثلا في الغليان وما يغيرش لونه. فبنزل عليه بالميه سخنه قبل ما اطلعه، قبل ما احطه على النار. كمان الخطوه المهمه جدا ان الميه لازم تكون مغطيه الفول زي ما انتم شايفين معايا كده. شايفين المية بنغطي ونرفعها على الدماسة، تاخد غلوة غلوتين مش اكتر من كده، وبوطي عليها شمعة واسيبها بقى تاخد ساعتين 3 ساعات، ممكن طول النهار براحتها خالص لحد ما تطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين الفولة فاتحة وجميلة ازاي؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. مفيش حد هيعمل الفول زيك السنة دي يا ست الكل. حاجة جميلة وحاجة ملهاش وصف وملهاش حل. مش هجيب بجنيه فول من بره، ولا هجيب علبة فول، ولا هجيب من المطعم. لا، انا هعمل فول بايديا. حبة زيت وحبة طحينة، معلقة شطة، معلقة كمون، نص ليمونة، كلي احلى فول في الدنيا. احلى طبق فول محوج، احلى طبق فول لو حابة تعمليه بالقوطة، لو حابة تعمليه بالثوم والبصل. حاجة جميلة ملهاش وصف. وبألف ألف هنا وشفا على قلبك يا جميل. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.